اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم، ودايما متجمعين يا رب وزايدين يا رب العالمين. اهلا بيكم، والنهارده حلقه جديده. هنعمل الحواوشي، حواوشي المحلات، حواوشي المطاعم. حاجه كده سهله وسريعه وجميله واحلى من المطاعم والمحلات ب100 مره. هتعملي في البيت وتشوفي النتيجه معاكي بطريقه سهله وسريعه واول مره تشوفيها على القناه. النهارده معايا اهوت لحمه. طبعا معايا كيلو الا ربع لحمه، ومعايا التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، بهارات مشكله بتاعت اللحمه، وكزبره وكمون، ونص معلقه جنزبيل، وربع معلقه قرفه. تمام. معايا هنا كمان ليا ضاني، طبعا 200 جرام ليا ضاني، ومعايا طماطمتين، ومعايا معلقتين زبده، ومعايا طبعا بصلتين كبار، او 3 بصلات متوسطين، ومعايا فلفل الوان. هنحط ده كله في الكبه. هنحط البصل والطماطم واللية والفلفل الالوان معايا، وقرن شطه حامي لو حابه تحطي، وهنحط كمان 3 فصوص توم اهوت عليهم. طبعا نحطهم في الكبه ونضربهم كويس جدا، فرم ناعم يا بنات خالص زي اللحمه. طبعا اللحمه وشين 2 بتفرموهم، وشين 2. لو فرمتيهم وش واحد افرموهم وش كمان في الكب. خلاص كده اهوت حطيت معلقتين زبده وبدات شوحت اهوت كل المقادير بتاعتنا اللي احنا خلطناها في الكبه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفينها كده. طبعا ما عندكيش كبه اعمليها بالمبشره. تمام. خلاص كده اهوت بعد ما شوحتها يا دوبك شممتها النار بس ريحه البصله طلعت ما دبلتش. حطيت اللحمه المفرومه عليها، وبعدين حطيت التوابل بتاعتي، التوابل بتاعتي اللي احنا قلناها. طبعا حابه تستغنى عن حاجه فيهم ماشي مفيش مشكله، بتبقى جميله برضو. بس الجنزبيل والقرفه عامل اساسي في الحواوشي، بيبقى جميل جدا. خلاص اهو يا بنات اهوت هبدا اشوحه بقى تشويحتين كده حلوين، لغايه طبعا ما لون اللحمه يتغير معايا. معايا الرغيف بتاعي بقى البلدي اهوت معايا بتاع الطابونه العادي خالص اهوت، هبدا بقى اعمل بيه. حابه تعملي بالشام اعملي، بس بيبقى جميل قوي بده، بالعيش ده بيبقى تحفه في حته تانية، حاجه كده جميله. وال200 جرام الدوش طبعا لازم تحطيه عشان الحواوشي بتاعك يبقى كله فيه نسبة دهون، ويبقى طعمه والتست بتاعه عالي. هبدأ بقى احشي الرغيف بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا شلته على النار وحشيته اهوت. حشيت الرغيفه بتاعتي. طبعا الكيلو الا ربع خد معايا 9 رغيفه بس مليانين وحلوين. هجيب بقى المعلقتين الزبده اللي انا كنت سايباهم في الاول خالص، هعمل بيهم الرغيف بتاعي اهو زي ما انتم شايفينه كده في الاول اهو. بتعمليه من فوق، وطبعا انا حاطه حته تحت. تمام. اهو في الصاج بتاعك، حابه تحطي في صواني حطي، بس الصاج اهوت عشان ياخدهم كلهم يعني. خلاص اهو يا بنات زي ما انتم شايفين عملت 9 رغيف اهوت بالكيلو الا ربع لحمه زي العسل معاكي تحفه. طبعا كل ما كتر البصل يبقى معاكي كميه لحمه كتير، بس انا ما حبيتش اكتر البصل قوي عشان ايه؟ يبقى طعمه حلو يعني زي اللي بره بالظبط. خلاص اهو زي الفل معايا. انا دخلته الفرن يا دوبك 10 دقايق، ما خدش اكتر من كده، من 10 دقايق لربع ساعه. طبعا بتفضلي تقلبيه بقى، معاكي المقصوصه بتاعتك بتفضلي تقلبيه كويس، وبعدين من فوق وتحت، وبعدين تطلعيه اهو زي بنات زي العسل معايا، بتشغلي من فوق ومن تحت. خلاص كده اهوت هبدأ بقى احطه. دي التكاية المهمة اللي لازم تعمليها. بتحطي ورق ورق اللي هو زبدة، او ورقة بيضة نظيفة، او منديل، وتروحي حطاه في حلة وتغطيه عشان يطرى معاكي. طبعا بيبقى ناشف شوية، واول ما يطلع اذا ما تحطيه في الحلة بيطرى وبيبقى زي العسل معاكي. هوريهولكوا في اخر الفيديو اهو يا بنات زي العسل، تحفة تحفة تحفة، جميل جدا جدا جدا. حاجة كده ريحتها طالعة اخر الشارع، وطعمه جميل وشكله رهيب، احلى من اللي بره 100 مرة. واعملي لولادك احلى وانضف حاجة في البيت، تحفة تحفة تحفة. طبعا احلى من المحلات بكتير جدا. شايفين حاجة مضمونة وسهلة وسريعة متاخدش وقت خالص، وكفاية اللي انت عاملاه في بيتك لاولادك، حاجة يعني تكون نظيفة جدا جدا جدا. هنبدأ بقى نشوف معانا الرغيف اهو يا بنات زي ما انتم شايفين، حاجة كده عسل. طبعا بتقدميه بقى مع طحينة، مع سلطات، مع مخلل، بيبقى زي العسل معاكي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتسلم ايديكم وعينكم مقدما، وربنا يحسن ما بين ايديكم. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامة.